الكشف عن 100 حساب إلكتروني مصري يحرض ضد اللاجئين السوريين في مصر. شهدت الأيام الأخيرة في مصر حملة ممنهجة من قبل حسابات تدير حملات تحريض ضد اللاجئين السوريين والسودانيين في مصر وتطالب بترحيلهم. وقال المحامي المصري طارق العوضي إنه تقدم ببلاغات للنائب العام ضد أصحاب حسابات إلكترونية شخصية على مواقع التواصل حرضوا على ممارسة أعمال عنف ضد سوريين وسودانيين وطالبوا بترحيلهم من البلاد. وأوضح أن الحسابات التي تدير تلك الحملات بلغ عددها 100 حساب وجميعها تنشط ضمن ما يسمى الذباب الإلكتروني، وهي ممولة من أجل هذه الغاية. وحذر المحامي من أن انسياق الشباب وراء تلك الحملات يشكل خطراً على الأمن القومي المصري، وينذر بعواقب وخيمة قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضد المقيمين في مصر.